في يوم مشمس جميل، جلست أميرة في غرفتها محاطة بالفوضى. كانت الألعاب مبعثرة في كل مكان والكتب مفتوحة على الأرض. نظرت حولها وشعرت بالإرهاق، فكيف ستنظف كل هذا بمفردها؟ فكرت في طلب المساعدة من أخيها يوسف. ذهبت أميرة إلى يوسف الذي كان يلعب في الحديقة وطلبت منه المساعدة. في البداية تردد يوسف لأنه يريد مواصلة اللعب، لكنه رأى حيرة أخته وقرر مساعدتها. اتفقا على خطة بسيطة: يوسف يجمع الألعاب الكبيرة وأميرة ترتب الكتب والقطع الصغيرة. بدأ يوسف وأميرة العمل معا داخل الغرفة. كان يوسف يحمل سلة ويملؤها بالألعاب المبعثرة، بينما كانت أميرة تضع الكتب مرتبة على الرف. كانا يضحكان ويتحدثان، ولاحظا كيف أن العمل أصبح أسرع وأكثر متعة عندما تعاونا. بعد وقت قصير أصبحت الغرفة نظيفة ومرتبة بشكل رائع. نظر يوسف وأميرة حولهما بفخر وفرح، عانقا بعضهما وشكر كل منهما الآخر على المساعدة. لقد تعلما أن العمل الجماعي يجعل المهمة الصعبة سهلة وممتعة.